تكتيكي، انتبه للبوابة. أنا داخل الجامعة. عاشت ايدك. خليك بالكافتريا وخليك بالمشاهدة وخليني اشوف وياك. الهدف قريب منك، مترتين على اليسرى بس. اي هذا هو قبالك. هو علي. علي، سوي لي مراجعة أخيرة للمكالمات مالتي. تؤمر سيدي. سيدي قائم جامعة، حويجة قائم، جامعة مدائن، الباقيات كلهن طارمين. علي، استعد للتنفيذ، بس كن حذر، احتمال يكون متنكر بشخصية طالب، يعني مو طالب حقيقي. علي، انتبه كوباكيت يمه. واحد من مفرزة المتفجرات خليه يصير قريب من عندهم. نفذ علي. اوقف اوقف. انسحب علي لغة العملية. شنو الموضوع؟ بيلزمه.
هاني نحتاج لك قمصان 2 وبناطير 2 واهم شيء تراك سود ابو البومه. لا حبيبي ما يحتاج عندي. لا حبيبي اللي عندك تحوله للكنتوري، انت عريس بابا، يعني حياه جديده ملابس جديده. ومن قال لك على الملابس انا جاي احكي؟ قاعد على اليمن. اشتري بومه والبومه عندي. الريس ما اقدر احكي وياك. شكو انفجار يا ستار. عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد. مصادر أمنية عراقية أفادت بأن السيارة انفجرت في ساعة الذروة الصباحية حيث يتوجه السكان إلى أعمالهم. يرضى هذول الناس يريدون يعيشون على مود لقمة عيشهم، يطببون سيارات. وين السونار؟ وين التفتيش مالهم؟ يقولون اشترينا سيارات ونفتش. وينها؟ البركات وأوضحت المصادر بتشوف سيارات الإسعاف نقلت المصابين والضحايا البداية بس قريبة حيث تسود المخاوف بعد من عندنا ارتفاع هواي. عدد القتلى خاصة وأن المهم كثيرين في حالة خطرة. شو وقت توصل لبغداد؟ إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في السوق كان كلش بدي استقبلك، وبعد وقت بس قصير تعرف من الانفجار أعلن الظرف الحالي ما داعش يسمح. الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في بيان تمام. نشر على الإنترنت. تمام، بانتظارك في رعاية الله وحفظه. الدول العربية والمنظمات استنكرت هذا التفجير وأيضا يعني بعثت برسالة تعزية إلى العراقيين، لكن ضمنت ضمن رسالتها ضرورة يلا يما هالشمل، يلا يا بعد امك قوم البس قوم البس، اخرت على الناس برا. يلا وليدي يلا ابوك جاي. حتى كومه مكويه. شلون ما مكويه؟ ها مكويه وش حالاتها؟ لا تتحجج. يلا البس البس. ها شوفي قصيره والله قصيره. لا تظل تطلع لك سوالف منا ومنا. جر ردان مال القميص، الناس برا وابوك غادي نار يا يما. لا تحجج. يما يخنق قاعد تشوفي. شلون يعني شلون؟ يخنق. الريس ما لابس رباط، ما يصير يا ابني. يما غير كان لسان واحد مطقق. ولك يما لا تشلع قلبي فدوى اروح لك. يلا حبيبي منتظرك، نطلع. لبس وكمل وهسه يجي يما. جاهز انت مو؟ انا ما اطلع. انت روح هسه يجي، هو هسه يجي. ما تطلع شنو؟ العالم جاي تنتظر. يا ابو عافيتي ما اطلع. العالم جاي تنتظر برا، شنو ما اطلع؟ يما على كيفك، حسك ابوك برا وصاير نار. ريد يخزينه قدام العالم، صدق كذب. لا اله الا الله يا رب العالمين. شنو بدي احكي وياك؟ ما اروح وعافيتي ما اروح. واذا اخليك تطلع غصبا ما عليك. على كيفك مناف، لا تطلع صوتي بين العالم وابوك غادي نار منا. لا اله الا الله يا رب. ولك يما ما تقول لي حجاك. لا اله الا الله. تونس حيل تونس. عارف يمك صار اليوم تونس حيل تونس. عارف يمك صار اليوم تونس حيل تونس. عارف يمك صار. بعد شو تريد جبت لك اياه؟ انا بيك يا بعد امك يا يما. خبال لك يصير عرسك وما اجي، شو حشو معي؟ شو الرباط الحلو هذا؟ خبط. بس مو كان لسان واحد مطقق. والقرآن العظيم ببالي بس ما ردت اقوله. بعد قلبي يما بعد امك. انا بيك يما. بشر شنو؟ السيارة نصير تتفجر. ليش؟ اكو اسلاك مفتوحة. تأكدت؟ تأكد 100%. بس هاي الاسلاك اذا ربطت راح تنفجر بشكل طبيعي غير؟ في حال ربط الاسلاك راح تنفجر السيارة فورا، لين خلينا نسلك المصيد. حلو حلو. اذا معناها انه اني هسه ميت، واذا ما منفجره عايش. بالضبط سيادة النقيب. والحل؟ هي اكو عدة حلول.
بس لازم اكو خبير متفجرات او احد يفهم بالتركيب والتفخيخ، وما اعرف راح ياثر على شغلك هناك او لا. يعني خليك هناك بصريح عباره، كل طرق التركيب راح تكشفك. كان المفروض احنا نفحص السياره قبل لا نفجر الوهميه، صحيح؟ بالضبط، بس ما كنا متوقعين. زين، اللي اريده منك هسه تعلمني على طريقه الربط الصحيحه طبيعيه، وراها نلقى مبرراته. صار. عاشت ايدك. ايش قد عندنا غراض ماخذه مكان بالكنتور بدون فايده. نادي لنا كنتور اكبر، الغرفه ما تكفي الكنتور اكبر. اخذي هاي الجنطه صعديها بالبيتونه ورجعي لي، بس انا هواي شغل. بابا ظفنا غرفة سويناها كلش حلوة، وقت تجي؟ ولك روان؟ احنا مو قلنا ما ندز فويسات بكيفنا؟ بس بابا يصير. ريام، ولك يما ريام وين صرتي؟ لو مجرد قطع كان قلنا عليه خلل فني ويمشي، بس الموضوع مدبر سيدي، بس مو اختبار. ابو حروث اختبار وتصفيه بنفس الوقت، بس لعبه خارج حساباتنا، بس مو من اداره التنظيم. ابو مريم، مناف، تعال اعطيني الجو شارع بسرعه. يلا جاهز. الو، السلام عليكم شيخ ابو مريم. بالشارع كنت، ما شفت شي بعدني. بارك الله بيكم، في امان الله وحفظه. الجماعه نشروا العمليه وكلش فرحانين. اذا موضوع شخصي. ابو قتيبه. شنو الاسباب؟ غير نعرف؟ يعني التنظيم ما شاك، ابو قتيبه يشك؟ ويجوز خباثه، حس ينافسه وراد يفشله. قول لي سنة شنو موضوعها؟ لا سيدي، سنة برا الحسبة، خارج الموضوع. انتبه، هاي عين ابو قتيبة بداخل بيتك، حاول بأقرب فرصة تخلص منه. بس سيدي وجوده حاليا بصالحنا. حارث انت بشنو جاي تفكر؟ يخوفون ذن الكتب. يا معودين، ايش عجب حارث يقرا هيك سوالف؟ والله شوف، هذا الكتاب من الكتب المهمة للتنظيمات الإرهابية. يا وانا اقول حارث يقرا بيهن من الصبح لليل، وحتى من واحد يفتحن ما يقبل. هو ليش يقراهن اصلا؟ اقول ليك، مو نافهم يقرا كتب؟ لا، بس باخر فترة كان يقرا قرآن هواي ويكتب سجل ما ادري شنو. هسه شو نسوي؟
حتتفاجئ. الجنة كل شي بيها. شو تريد مني؟ تريد الصدق؟ مو أنا اللي أريد، غيري يريد. أنا بس أريد أسألك سؤال واحد بس. هاي أول عملية انتحارية تنفذها؟ نعم. يعني ما عندك عمليات انتحارية سابقة؟ لا، هاي أول مرة. عابد أنت كلش ذكي. ايش تتوقع؟ شنو مصيرك؟ الجنة. وشلون ضمنتها؟ كل واحد يعرف نفسه. بس تدري أنت عندك فرصة عظيمة. ما أحتاجها. تحتاجها. لا أحتاج لغير الله. هو هذا اللي أحكي بيه. عندك فرصة عظيمة أن تتقرب إلى الله. شنو؟ أنت ملاحظ من يوم اللي إجيتنا أحد سألك على شيء بخص التنظيم؟ لا، لأن عميلكم ما قصر. أنت هسه جبت الجواب. عميلنا اللي جابك إحنا كنا معارضين. تعرف ليش؟ أول شغلة ما عندك أي نشاط، ما عندك أي ثبات بالتنظيم، خلق شاب ما عنده أي إنجاز، وهم لو رادين يستفادون منك ما ينطوك عزام ويقولوا لك روح موت. وإذا أكو غير كلام فقل لي. شفت؟ ما عندك جواب. صدقني هذا مستدرج. لا بس احنا نعرف منه هذا أول واجب إلك ويا التنظيم. تخيل أول واجب يقولوا لك روح موت. تاريخك شلون راح ينكتب؟ شنو منجزك؟ الشهادة أعلى مراتب الجهاد. اي بالله كلامك صح. الشهادة أعلى مرتبة. بس تتصور اللي يفجر نفسه من السوق بيه نسوان وحاطات علاليق على روسهن، لو اللي يبيع علاليق واللي يبيع طرشي واللي يبيع مخضر، من المنطق اللي يفجر نفسه بنص هذول الناس يعتبر شهيد؟ وأنطيك معلومة بعد أقوى. هذول المكان اللي محدديه إلك متى تدخل لهم الساعة 12 لو الوحدة الظهر ما تلقي بيه ناس، لأن مسواق الظهر دي يسووا غدا ودي يصبوه ورا صلاة الظهر. ورا صلاة الظهر عابد. دين ظاهري لا تنفعه الصلاة. وشلون عرفت ظاهري؟ دخلت بقلوبهم وشفت. زين حتى رب العالمين ذكرها بسورة النجم في الآية 32: بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. بس هسه عوف البس، عوف البس. أنت بالنسبة لنا متهم محروق، ما عندك أي معلومة ممكن تفيدنا بيها، ما عندنا أي نشاط أو ثقل بالتنظيم ممكن نستفاد من عندك أو نخليك يمنا. بس أريد أسألك سؤال واحد بس. اسأل نفسك، شوف عابد، نظف روحك. اسأل عابد الحقيقي صدق راد يفجر نفسه بنص الناس؟ أني لا، أنا ما أحتاج الجواب. خلي الجواب العابد. تفضل. سريع علاوي. شكرا سيدي. سيدي، دخل اتصال جديد من الرقم نفسه الموقع المعسكر. متأكد؟ نعم سيدي.
شوف لي يا بالله. شوف سيدي، تحديدا من رقم ابو ياسر. طلع لي موقع الرقم وين؟ هذا سيدي. عماد تعال الغرفة بسرعة. اقسم بالله هاي الحقيقة. زين زين. شلون دخلت المعسكر؟ عن طريق اختي. شو تشتغل هناك؟ بالتبليغ النسوي ويوم انس. كمل. هي اللي قدمتني للعمل. زين. ابوك اهلك شنو وضعهم؟ والدي ووالدتي استشهدوا ب 2009. وين عشتوا؟ بالطارمية. لقينا رجال قلنا له احنا هيك وهيك وضعنا. شغلنا وياه بالزرع وانطانا غرفة نعيش بيها. من هذا الرجال؟ من طرف ام انس. تمام. اختك شافتك قبل لا تطلع لاخر عملية؟ لا، صار لنا فترة ما متشاوفين، لأن أنا رحت معسكر تدريبي. زين هي شو اسمها؟ اسمها دلال، بس بالتنظيم اسمها سنة. هذا هو. قرب شوي. خلي عينك مفتوحة. ختمت له. مناف، قامت اسماء المسافرين. دور بالقائمة والله شو اسمه؟ رافد جلال محمد. هو تابع اللي شايل جنطة سوداء بيده.
هسه نورت بغداد. بالايام الجايه راح تنور بعد اكثر. تفضل استاذ. كل شيء تمام؟ جهزت لك كل شيء مثل ما طلبت. تفضل استاذ. الشركة مسجلة لو لا؟ تواصلت ويا مسجل الشركات، طلعت موجودة. شركة استيراد ألعاب. وضع الموظفين شنو؟ أتصور وضعهم طبيعي باستثناء السائق. لا تشيلون عيونكم منه لحد ما نعرف شو يريد. هو هذا المعمول بيه سيدي. سيدي، إذا راح نضل نتابع من برا ترى ما راح نحصل أي شيء. وش تقترح؟ يراد لنا عين داخل الشركة. خلي يصير عندنا ملف كامل عن موظفي الشركة حتى نعرف الحلقة الأضعف. إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. تفضل أستاذ. كل الأسماء اللي ردتها موجودة هنا، تفاصيلهم الكاملة. زين، كل زين. ذولا كلهم اريدهم باكر هنا. اهم شيء عندي هسه عمار. وصل قبل شوي. خليه يدخل بسرعه. ومن يدخل عفنا احدنا. تفضل استاذ عمار. تفضل استاذ. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. هاي جابك انت هنا؟ طياره وجابتني. اقعد اقعد، خلينا نسولف. اقعد. ادري بيك زعلان مني، بس راح اعوضك. اشوف لو تعوض نفسك احسن. انت الخسران. اسمع مشروعي وبعدين قرر. بعدك تقول مشروعي؟ ايش قص صلف؟ الامور مو مثل ما تعرفها. الحقيقه واصلتك ناقصه. الحقيقه؟ اوكي، شنو الحقيقه؟ اولا ايش تشرب؟ وقع صباح اليوم انفجار مزدوج بسيارة مفخخة يقودها انتحاري في سوق وسط مدينة الصدر،
مسفراً عن 27 شهيداً وإصابة 34 آخرين بجروح. شنو الغريب هذا الخبر؟ ماكو شيء غريب. نعم اكو. أنا أقول لك شنو الغريب، بس مرة ثانية أريدك أنت تنتبه. صار. شوف، اكو إحصائيات تقول 27 قتيل و34 جريح. أرقام دقيقة جدا. احسب وقت التفجير زائد وقت إعلان الخبر وشوف شو يطلع عندك. وشو فرق الوقت؟ يفرق. عند اللي مثلنا كل شيء يفرق. لازم توقف يم كل كلمة، يم كل حرف. انت بعدك جديد، ونظامنا الأمني يحتاج لعقول واسعة جدا. يعني لا تجاوبني هسه، فكر وارجع لك بعد شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. شلونهم الشباب؟ علموا؟ الحمد لله شيخنا، الحمد لله. أريد يومية خبر مثل هذا اللي شفتوه. وهذا يحتاج إلى جهد أمني عالي، يحتاج إلى متابعة، ذكاء. أعتمد عليكم أبو يمان. الاعتماد على الله شيخنا، إن شاء الله نكون عند حسن الظن. إن شاء الله. أريد نفهمهم الدولة الإسلامية مجموعة الشباب مو جايين من الصحراء. لا، الدولة الإسلامية عندها شباب عقولهم أبداً مو سهل. تمام؟ تمام عم شباب. يلا. وشنو اللي يضمن مشروعك حقيقي؟ لا عمار، انت تعرفني كل زين. مو هي هاي المشكلة. انا اعرفك كل زين. يا أخي انسى اللي راح، خلينا بالجاي. قل لي شو وقت نبلش؟ ما أعرف، أفكر. فكر. فكر. شكو بيها؟ والراتب اللي على لسانك يصير. انت صديق عمري، واني هالمره اريد ارضيك. ما شاء الله، الامور الماليه متطوره. كل شيء يتطور بمرور الزمن. الله يرحم ايام لفه الفلافل. بين التفجير والخبر ساعة واحدة. يعني الوقت قليل؟ أي قليل. زين. معناها الخبر بيجي. وبرأيك شنو السبب؟ القتل أكثر، وحطوا هاي الأرقام الدقيقة حتى الناس تصدقهم. ما شاء الله عليك، هو هذا التحليل الصحيح. اهلا وسهلا. اهلا شيخنا، شرفتنا. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا شيخنا. حياك الله شيخنا. اهلا وسهلا. أهلا شيخنا، الحمد لله على سلامتكم. حياكم الله. اهلا وسهلا. شلون الامور؟ الحمد لله. الحمد لله. اهلا وسهلا. تفضل تفضل شيخنا، تفضل. عفوا، تفضل شيخ. عمده، هسه هاي الشركة وهمية؟ لا رسمية. قلت لي استيراد ألعاب؟ على أساس ألعاب أطفال.
هاي كذب، الصدق شنو؟ راح نعرف. اخوي ليش من كفتهم وباسلوبك هذا العالمي اللي يخلي الحايط يعترف ونشوف شكو ماكو بدل هاي البذله. مصطفى كل شباك تحت، خلينا نشوفه هو شي يريد ورا عن شفته، وين يروح؟ طلعوا نروح ورا. والشركه الشباب يرى. والله أني محتارة مثلك، ما أعرف شنو أقول. هو احنا لازم نتعود، لأن هذا شغلهم، لا نقدر نبطلهم ولا نقدر نفتهم منهم شيء. قبل كانت الجمعة ساترة علينا، هسه كل 5 جمع يجي جمعة ويروح. نفس الشيء، الله وكيلك، خو قدامك. المهم، راح تحكين ويا حارث على الكتب؟ عافية ببنياتي المعاوناتني، بس قول لي بشرة دجاجة استوى ولا؟ اي عمه كملنا. عافية الله يعطيك الصحة والعافية يم. أقول يمه لا تحطين هواية من عنده، أريد هالمرقة الحمراء مال الدجاج اللي يحبها حارث. هذا صمون جبته. كافي تاكل صمون، راح تشبع بيبي. كل ما يجيب صمون لازم ياكل القمع. مو بس هو، كلهم هالشكل. خذ هاي يمه. لا يما عندي رحمة الله والديك. مو إلك، الحارث. جازلك. هو انت يا يابا ايش بيك انت وياه بس تناقرون؟ ايش بيكم؟ حجي مناف حارث من كانوا صغار ما كانوا هيك شو ذولا غير شكل. حجي ذولا جيل مال موبايلات. اي لا ايش عبالك؟ حلو حجي حلو، يعني ايش صار الحكي مو؟ سهلة الا صير ضابط. اقول لك بس انت تتحمل دورة الضباط، وبالشهر لو نشوفك لو ما نشوفك، ومخلي روحك على ايدك على مود فخذ لك انت كل عقلك. لا اذا هيك الحكي غير، هاي قدام الكل وكلها شاهدة علي. اذا تعبت على نفسك وشديت روحك وصرت ضابط غير، اجيب لك شوايه مال دجاج واشبع. زين هيك الحكي؟ ماشي ضبط رخصتكم. هاي ما شكلت اتصال شغل شوي وجه.